انت متخيل انك ممكن تسمع عن راجل حاول يسرق جواهر التاج الملكي؟ متخيل برضو ان الملك سامحه بدل ما يعاقبه؟ استعدوا لقصة جريئة مليانة بالمفاجآت عن واحد اسمه توماس بلاد، الراجل اللي قلب موازين التاريخ بجرأته ومكره. اهلا بيكم في حلقة جديدة ومثيرة. النهاردة هنحكي عن قصة واحد من اجرأ الرجال في التاريخ، توماس بلاد. اتولد في ايرلندا سنة 1618، شارك في الحرب الاهلية الانجليزية مع البرلمانيين ضد الملكيين. بلاد كان جندي شجاع جدا. بعد انتصارهم القائد اوليفر كرومويل قرر يكافئه واداله اراضي كبيره في ايرلندا، لكن الدنيا مش دايما بتفضل على حالها. وبعد موت كرومويل ورجوع الملك تشارلز الثاني للعرش، الاراضي دي اتصدرت. بلاد حس بالظلم الشديد وقرر انه يصلح الغلط ده بطريقه جريئه ومجنونه. الخطه كانت انه يسرق جواهر التاج الملكي، مش بس عشان الفلوس لكن كمان عشان يرسل رساله قويه للملك تشارلز الثاني ويفكره بمصير والده الملك تشارلز الاول اللي اتعدم سنه 1649. في أوائل سنة 1671 بلاد بدأ بتنفيذ خطته الجريئة. في أوائل سنة 1671 بلاد بدأ ينفذ خطته الجريئة. دكر في هيئة رجل دين اسمه القس آيلو، كان معاه ست بتدعي انها مراته. راحوا لقائد مكتب الجواهر اللي في برج لندن، الراجل عجوز تالبت ادوارد، طلبوا منه جولة في المكتب. اثناء الجولة الست دي اتظهرت انها تعبانة جدا وبدأت تتقوه وتتمايل. ادوارد ومراته اندفعوا عشان يساعدوها ويدوها مية وادوية. بلاد بدأ يظهر امتنان كبير ليهم وشكرهم بشكل مؤثر. بعد كده القس آيلو بدأ يزورهم بشكل منتظم ويجيب معاهم هدايا بسيطة. بمرور الوقت العلاقة بينهم بقت ودية جدا، وادوارد ومراته بدأوا يثقوا في بلاد تماما. في يوم 5 مايو بلاد حس ان الوقت مناسب جدا، طلب من ادواردز انه يوريه جواهر التاج بشكل اقرب. ادواردز اللي بقى شايف بلاد كصديق وافق، فتح الخزانة اللي فيها الجواهر. في اللحظة دي بلاد دخل اصحابه اللي كانوا مستنيين بره. بسرعة هجموا على ادواردز، ضربوه جامد عشان ما يقدرش يقاوم. بلاد واصحابه بدأوا يكسروا التاج ويفردوه عشان يقدروا يخبوه بسهولة. الصولجان كمان قطعوه نصين لنفس السبب. كانوا مستعدين يهربوا بالجواهر دي على ظهر الخيل اللي مستنياهم بره، لكن الخطة ما مشيتش زي ما كانوا متوقعين. الحرس الملكي كانوا سريعين في رد فعلهم واتقبض على بلاد واصحابه وهم بيحاولوا يهربوا. جابوهم للملك تشارلز الثاني، والكل كان متوقع ان مصيرهم هيكون الاعدام طبعا. لكن المفاجأة الكبيرة كانت لما الملك تشارلز الثاني قرر ان يعفو عن بلاد. في ناس قالت ان الملك كان معجب بجرأة بلاد وشجاعته، وناس تانيين قالوا ان الملك شاف في بلاد فايدة كجاسوس. ايا كان السبب، بلاد بقى مقرب من بلاط الملك، وقصته بقت واحدة من اغرب واجرى القصص في التاريخ. دي كانت قصة توماس بلاد، الراجل اللي حاول يسرق جواهر التاج الملكي وبدل ما الملك يعاقبه عفى عنه. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا على المشاهدة، واشوفكم في الحلقة الجاية مع قصة جديدة ومثيرة. سلام.